تصاعدت حدة هبوط الليرة السورية مع تراجع مصادر الحصول على النقد الأجنبي، والتي يفترض أنها تحمي أسواق الصرف في البلاد من انتعاش الأسواق الموازية للعملات. ورصد متعاملون ومنصات تتبع أسواق العملات انخفاضا في قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى لها الخميس الماضي، مسجلة رقما قياسيا جديدا، حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز 10,000 ليرة. وبحسب موقع الليرة اليوم الاقتصادي المتخصص، فإن سعر الصرف بلغ 9750 ليرة قياسا بسعر صرف يبلغ 45 ليرة لكل دولار قبل الأزمة التي اندلعت في 2011. وتسود حالة من التشاؤم بين السوريين من السقوط في حفرة أزمات أعمق، حيث من المتوقع أن يدفع اندحار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق. ويعطي الانخفاض المستمر لقيمة الليرة تأكيدا على عجز السلطات النقدية عن التدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف بعد فقدانها الأدوات اللازمة لذلك. وفي محاولة يائسة للسيطرة على الوضع، أصدرت دمشق قبل 3 سنوات مرسوما يقضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة. كما حاول البنك المركزي دون جدوى التدخل في سوق الصرف مرارا لتعديل الأسعار لتجنيب الليرة الانحدار أكثر، حتى لا ينعكس ذلك على معيشة السوريين. ويقول محللون إن الأحداث في كل من لبنان وإيران وعقوبات قيصر الأمريكية لها دور في تصاعد حدة تراجع الليرة، الناتج بشكل رئيس عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة منذ اندلاع الحرب قبل 12 عاما. وأدت أزمة السيولة النقدية والاضطرابات في لبنان إلى انقطاع تدفق الدولارات إلى دمشق في الوقت الذي تلاشت فيه قدرة إيران المختنقة بالعقوبات الأمريكية على مد يد المساعدة. وكان للمضاربة أيضا من قبل بعض شركات الصرافة ومافيات العملات تأثيرا سلبيا، وهو ما دفع المركزي السوري إلى إقفال عشرات من مكاتب الصرافة. ويواجه الاقتصاد السوري حزمة ضغوط خانقة تتمثل في ارتفاع الدين العام وتجميد أرصدة البنك المركزي وانهيار كافة المؤشرات التنموية وانخفاض الناتج المحلي، بينما خرجت معظم ثروات البلد وفي مقدمتها النفط والزراعة من سيطرة دمشق. ومنذ نهاية العام الماضي بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، ما دفع البنك المركزي بدءا من فبراير الماضي إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي للليرة لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء. ومع انخفاض قيمة الليرة انخفضت قيمة معدل الأجور في مناطق النظام لتصل إلى 10 دولارات شهريا، وهذا مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة، فيما ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية تزامنا مع زيادة سعر الدولار. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب عدم قيام الحكومة بأي زيادة على الأجور في الآلاف من الاستقالات وتسرب كبير من العمل في القطاع العام. وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق أزمة اقتصادية حادة تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم. وتشكل هذه العوامل مع اتساع خارطة البطالة دليلا ملموسا على أن الاقتصاد منهك في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي الذي لا يتجاوز $1 مليار. هذا ويتدفق الشباب السوري من مختلف المحافظات قاصدين لبنان للخروج من سوريا بحثا عن مستقبل أفضل. نشطاء المرصد السوري أكدوا أن عشرات الأشخاص من بينهم نساء وأطفال يتجمعون بشكل يومي أسفل جسر مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي استعدادا للانطلاق نحو الأراضي اللبنانية بمساعدة مهربين متعاملين مع حواجز أمن الفرقة الرابعة المنتشرين على طول الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين بريف حمص الغربي. يقول ميم طا أحد الشبان الذين قرروا الخروج من سوريا في حديثه للمرصد السوري أنه على الرغم من التهديدات والملاحقات الأمنية التي تطال السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان، إلا أن أوضاعهم المعيشية تعتبر أفضل بكثير مما عليه الحال ضمن المحافظات السورية التي بات يحتاج الفرد للعمل طيلة الأسبوع من أجل تلبية متطلبات أسرته ليوم أو يومين على أقصى تقدير.
وأضاف أن الضائقة المالية التي يعاني منها أرباب الأسر الناجمة عن تفشي البطالة بين أبناء المجتمع المدني والمتزامنة مع تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي على حد سواء بعدما حظي سعر صرف الليرة السورية بانهيار لامس 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، دفعهم للخروج نحو المجهول للبحث عن فرصة للعمل داخل لبنان أو حتى محاولة الخروج منه إلى بلد آخر يحظون ضمنه على أبسط مقومات الحياة. يقول في حديثه للمرصد السوري حاواو أحد الشبان من محافظة درعا والذي وصل مؤخرا إلى مدينة تلبيسة استعدادا للمغادرة نحو لبنان أنه حسم بشكل تام أمر عدم عودته إلى سوريا تحت أي ظرف كان، ولفت إلى أنه قام ببيع أثاث منزله من أجل تأمين أجرة الطريق التي تخطت عتبة 1.5 مليون ليرة سورية من أجل الخروج مما أسماه الكابوس، في إشارة منه إلى الوضع المعيشي والأمني الذي تعاني منه بلدة طفص بريف محافظة درعا جنوب سوريا. في ذات السياق أكدت للمرصد السوري سين دال من أهالي مدينة حماة أنها قررت اللحاق بزوجها برفقة أطفالها الثلاثة نحو منطقة البقاع اللبناني بعدما تمكنت من توفير فرصة عمل توفر لهم سبل العيش بعيدا عن حصار لقمة العيش وشبح الجوع الذي يطاردهم بشكل يومي داخل بلدة جريشزة جنوب حماة. ولم تخفي في الوقت ذاته خوفها من التعرض لعمليات الخطف التي طالت العديد من الأهالي أثناء رحلتهم نحو لبنان من قبل عصابات الخطف التي يديرها المدعو شجاع العلي المقرب من ميليشيا حزب الله اللبناني وأمن الفرقة الرابعة في آن واحد، بالإضافة للمضايقة التي قد تطالهم من قبل جهاز الأمن العام اللبناني الذي باتت مسألة ملاحقة السوريين الداخلين إلى لبنان خلسة شغلهم الشاغل خلال الفترة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 100 إلى 150 شخص يعبرون بشكل يومي الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 100 دولار أمريكي عن الشخص الواحد للمهربين الذين يضمنون عدم تعرضهم لأي تفتيش أو تفييش لأسمائهم في حال وجود طلبيات أمنية بحقهم. هذا وانخفضت قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى لها أمس الخميس، مسجلة رقما قياسيا جديدا حيث اقتربت من 10,000 ليرة مقابل الدولار. وبحسب موقع الليرة اليوم الاقتصادي المتخصص فإن سعر الصرف بلغ 9,750 ليرة لكل دولار قبل أن ينتعش قليلا في تداولات الجمعة. ومنذ نهاية 2022 بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، مما دفع البنك المركزي بدءا من فبراير شباط الماضي إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء. ومع انخفاض قيمة الليرة السورية تراجع متوسط الأجور في مناطق النظام ليصل إلى 10 دولارات شهريا، في حين ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار. وتعيش مناطق النظام السوري أزمة اقتصادية حادة تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90% وتوقف الإنتاج والصناعة وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة باليوم.